الله شو المكان الا رهيب. نبلش تجهيزات. الفستان كلش ثقيل، قاعدين نبلش تجهيزات. راح نسوي جلسة عيد الحب. المصورين كلهم موجودين وراح تطلع ان شاء الله جلسة تجنن. علم فوتوغراف بعد ما يحاكي راح يسوي صفحة مال التصوير. لا حتى شنو احنا نبطل خلاص نعوف المصلحة وتعلم فوتوغراف. استاذنا العزيز شو رايك اذا بعد كم يوم صرت مصوران وقمت انافس؟ انافسك. تقدر والله. لا والله اقدر. يعني المادة بدها تنزلها والله تقدر. عجبتك؟ والافكار والحبكة والتسلسل لا. زين حاجي يوم يسوون لنا لايكات شي. قل لهم والله يسوون لنا لايكات يوسف. ليش هم مدللين ها؟ اي والله متابعيك ما مقصرين والله. بعد قد اجيب لك مصورين حتى ترضين عليه. الا اجيب لك ذهب يلا ترضي. ذهب ها. ما بس راضي. ارضى. لا ما ارضى، عبالك ارضى؟ شو تريدين؟ اريد ذهب. ذهب اصفر، لا ابيض ولا الماس. شو تريدين؟ شنو يعني؟ ليش الا ذهب؟ ذهب. شو ليش يعني؟ شغال جيب لي ذهب. شنو؟ غير نفتهم؟ غير شنو؟ مهري شو علي؟ شنو عندي؟ زين شو وقت لابسه ذهب حتى تريدين؟ اي ها هي مهره اريد البسها. لا قولي انا اريد اجمع. اريد اجمع، اريد اكشخ بيه قدام العالم، اقول شوف رجلي ايش جاب لي. ويلي ربك. هذا ارتجال قوي. ايش عبالك لا؟ بعد انا كله زوجة يوسف هاي. ما عاد اقدر احكي وياي. حد يتعارك اقول لهم هسه لكم ترى رجلي موجود. هذا شو رايك بالمكان؟ شنو المكان رهيب. يخبل يجنن. بس لو ادري ايش بيك ايش ضاجي. ما ضايجه، تعرف هذا الفستان ايش قد ثقيل، بس شنو رايك؟ عليك الله بالاطلال. والله يجنن. سويته مثل ذني الاسبانيات. علي. هو مال مبين ثقيل. ثقيل هذا كله هاند ميد، شغل يدوي. شوفه ورد. لا فيه. لان اني الورده بحياتك. هاي الجلسة ال 4000 بحيث مليت. شو هي شوفك ما صاير ما تحبني. ما اعرف بابا هذا عرسي يعني شنو مثلا؟ يوسف اذا مو بعرس تصورني بيا عرس لا ايش وقت؟ 4000 صورة اخذت لك 4000 صورة. عادي خذ 5000. انا بعرسك شنو ما اخذ لك؟ العالم ما ملوا؟ لا ما يملون يحبوني. راح يملون منكم؟ لا يملون. هاي عاد اليوم 10 بوستات راح تجيك. يلا الك. اقول لك احس روح استعجلت. 10 وايد 3. $14 فبراير بكل سنة نحضر بوكيه الورد ونخلي اللون الأحمر كل التفاصيل بهذا اليوم، وهذا اليوم نكون لازم متفرغين ولازم نحتفل مع من نحب ونتبادل الهدايا بعيد يتسمى فالنتاين. وعمرنا ما تسألنا من هو فالنتاين وشنو هاي العادات والتقاليد اللي تصير حول العالم بمسمى عيد الحب. فكرت بيني وما بين نفسي قلت معقول هذا اليوم المهم ما بيه قصة؟ أكيد هيك يوم مهم إلى قصة جدا مؤثرة. ورحت أبحث ولقيت هواية قصص وهواية
هواي روايات عن فالنتاين. قبل القصص هو بالبداية عيد للمحبة بين العشاق والأصدقاء، يتبادلون به الهدايا والورد والرسائل تعبير عن الحب. أما عن أصول عيد الحب فهي أصولها تكون مسيحية رومانية، ولهذا اليوم الناس يختلفون بآرائهم حول قصص فالنتاين إلى قصص عديدة. واحدة من القصص تقول إنه كان أكو قديس اسمه فالنتاين. هذا القديس كان عايش بوقت الامبراطور الروماني كلاوديوس الثاني. هذا الامبراطور منع كل جيشه انه يتزوجون، وكان القديس فالنتاين يزوج الشباب والشابات بالسر. ومن دربي الامبراطور عدمه بيوم 14 فبراير 269 ميلادية. حزنوا عليه كل العشاق وكل الشباب اللي ساعدهم، وتكريما إليه صار يرتبط عيد الحب بالأسطورة فالنتاين اللي ضحى بنفسه من أجل الحب ومن أجل العشاق. وأكو روايات تقول غير كلام، يعني مثلا يرجع سبب مناسبة عيد الحب إلى القصة الروماني فالنتاين اللي انسجن، وبالسجن لقى بنية فاقدة بصرها وساعدها حتى تستعيد بصرها ومن ثم حبته. أكو قصص أو رواية تقول إن القديس فالنتاين انسجن، وبالسجن كان يشوف بنت السجان مالته وبالصدفة حبها، ويوم 14 فبراير دز رسالة إلها مكتوب بيها من حبيبك فالنتاين. وأكو روايات بعيدة كل البعد، يعني مثلا أكو رواية تقول هذا اليوم مخصص لتكريم الشهداء المسيحيين اللي ضحوا بحياتهم من أجل الإيمان اللي اعتنقوه. وأنشأ البابا جلاسيوس الأول يوم لتكريم القديس فالنتاين لأن هو ضحى بحياته من أجل الدين. وبعد هواية روايات، بس أنا حكيت لكم أكثر الروايات تداولا. ايش قالت لك؟ هذا خشم قبل التجميل. وانا قبل التجميل يوسف كان شي صورني هيجي ويفتر عليك. زين يوسف ليش يعني صراحه شوف بس خشم عليك. لو تشوف القطعه حتى عيونك ماكو. لا لا ماكو جو. عمي انت ابقى بمكانك، انا راح ارجع صورنا منها. مع المسام بعد تفاصيل. يراد لك تنظيف بشره. ايش بي عباس؟ خشمي لا خشمه يشبه قبلي يشبه خشمي وخشم عباس. خشم عباس يشبه خشمي قبل التجميل. نفس الطريقه اللي تصورني بيها. يلا هاي مشكله خشمك صغير. قلت لك زايد؟ هاي طلع المشكله بس بي. مكسور حبيبي. طلعت المشكله بس بي. حبيبتي سؤال، شنو ثالث أمنية بحياتك؟ صراحة أتمنى يصير عندي بيت كلش كبير وحديقة كلش كبيرة وهيك مزرعة وأقوم أعزم لا صديقاتي. هي أمنية واحدة، مو تزم اختار مزرعة. تريد تعزم صديقاتها. مزرعة وخيول. والله حتى نسوي شوي وخيول ونسى، هاي كلش حلوة الأمنية. يعني سابع أمنية بحياتك؟ سابع أمنية بحياتي يصير عندي روز. شنو هاي؟ حطيتها سابع لندر مستحيل يعني، بس من ضمن الأمنيات. يلا ظل بالليل ماكو وما يزل ظلك. الله. انا بالحفظ كلش تعبان، لا اعرف احفظ قصيده لا كل شيء ماكو، يعني اقوى شيء اسمع الاغنيه مرتين ثلاثه يلا شويه احفظ لي من عندها. كمعلومات عامه لا اعذرني، تاريخ وجغرافيا اعذرني، الشارع اللي افوت فيه بعد ما انسى نهائيا. انا هواي مزارع رايح خارج بغداد او اطراف بغداد، رايح هواي، بس ما اعرف ليش اي مزرعه تطل على دجله بداخل بغداد اصير معجب بيها بشكل مو طبيعي. حلوه. الديزاين اللي راح نسويه شنو ببالك؟ مثلا نسوي فينتج، نسوي فتشي رويال، لازم هاي التفاصيل خطوه بخطوه انا للشارع. بالنسبه لي اريد اسوي شلون الافراح المصريه هاي من اللي علقون زوالي. شكرا بالحاره. لا عليك الله. ويرقصون واشع ولا بهيك حاله انا ما راح اكون موجوده، يعني راح تحتفل انت واصدقائك فقط. تذكرين الحنه اللي سويتها؟ ايه بس العرس هسه لازم نسوي راقي وحلو. شنو قصدك؟ يعني الحنه عفوا الخطوبه صارت مو حلوه؟ لا حلوه بس هي صارت شبابيه اكثر ما صارت يعني للاهل والمقربين، بس احنا حابين يعني العرس يكون شويه لاكجري خاص ولاكجري وحلو، شيء مرتب، مصاريف عاليه. ليله عمرنا. زين ليش ما نلغي العرس واشتري ذهب بفلوس العرس؟ يلا قول والله لا نسوي عرس يلا. وهم تشتري لي ذهب. بدلت، شفتي شلون؟ عندي قابليه بالتبديل. بس تشتري لي ذهب، شو تقولون يشتري لي ذهب لو ما يشتري؟ لا والله ما يشتري لك. ليش؟ بعد هي هاي مطلوب عمي. الحمد لله والشكر. يلا انا عادي اصبر ماكو مشكله. ايش قد تصبرين؟
ايش قد عطوتي؟ ايش قد تعطينا عطوه؟ كذب والله ما اصبر تشتري لي الدنيا حرقها. هسه عطوه ايش قد تعطينا غير نفتهم؟ لك من نوع الحنه يعني 5 ايام ليش هيك؟ حولي سيارات. انا اللي اوقف لك. بلدان تتعارك تتمالك على الذهب. القاضي سالني قال لي انطاك مهرج. ايش قلتي له؟ قال لي صارت نبوات علي يوسف خاف احكي. يوسف قال لي انطيتها. قال لي اسكت والله قال لي اسكت بابا طاش المهر اللي ما رجع طاش. سالني انطاك انا خاف اذا نطلع من المحكمه يمكن يوسف يقتلني. قلت له نعم سيدي. شو نعم سيدي؟ سيدي نعم ما أستاذ. انطاني. سيدي ما انطاني والله. والله هالداوي احكيكم صدق انا يعني كلش احبها والله يعني احب اكثر يعني من كل شيء. عزيزه علي وغاليه. يعني الانسان الوحيد حاليا تطلع مثلا بالسياره حتى قلبي يقوم يوجعني والله هيك اخاف عليه والقران. مثلا بالشغل اذا مثلا احد مضوجها اذا هاي يعني ظل اهم يعني كانما يعني مثلا من واحد يقدم لي فد اساءه الي شفت لاحظتوا بالفيديو ايش قد اتصلوا علي. اذا واحد قدم لي فد اساءه خلينا نقول او خليني امثل لكم بطريقه. اذا واحد قدم لي اساءه الي ممكن اعتبرها اساءه واحده بس اذا قدم الهدى اساءه اضربها في 10 هيك يعني انهضم وضوج. حتى اقرب الناس الي لو مثلا حاول يمس هدى بحجايه ويضوجها يعني حتى قلبي يقوم يوجعني. هذا شنو الدليل على شنو؟ دليل على انه انا احبها واعزها ويعني حافظها حتى يعني من هي ما موجوده انا محافظه حتى على غيبتها. ما تحكي هذا الحكي قدامها. لا ما احكي هذا الحكي قدامها اللي تدري ليش؟ تطلع عينها. تحبي؟ شو يعني اعرف شو تحبين؟ كل شيء بحياتي يوسف اموت عليه استحي. انا دائما استحي يعني انه اعبر صراحه حتى له يعني ما اقول له بس يعني كل شيء بهالحياه وكل شيء يفرحني يوسف يعني هو سندي هو حبيبي وهو كل شيء اموت عليه. يعني الامان والاستقرار. اجي تطور عيد الحب سنة بعد سنة للأكثر وبالتزايد، وأكثر العصور اللي ازدهر بها عيد الحب هي العصور الوسطى، بالضبط القرن الرابع عشر بسبب الشاعر والكاتب الإنجليزي جيفري تشوسر. وبالقرون التالية بدأت الناس يتبادلون الرسائل وسموها رسائل فالنتاين. وبالقرن التاسع عشر صار من الأساس الاحتفال بهذا اليوم بين العشاق وصاروا يتبادلون الرسائل والورد وحتى الحلويات. وصار بكل العالم العيد الحب عادات وتقاليد. يعني مثلا بدول الغرب يتبادلون العشاق الورد الأحمر وبطاقات التهنئة ولازم هدية وعشاء رومانسي. يعني مثلا باليابان يوم 13 فبراير البنات يودون قطع الحلويات للرجال، ويوم 14 فبراير الرجال يرجعون للبنات هدايا ويسمون هذا اليوم اليوم الأبيض. مثلا بكوريا الجنوبية لهم 3 تواريخ العيد الحب مختلفة يعني. وإحصائية طلعت قبل كم سنة تقول إنه عيد الحب هو ثاني أكبر مناسبة حول العالم، ويتبادلون به العشاق أكثر من 145 مليون بطاقة تهنئة. وهواي ناس تحب هذا اليوم ويعتبروه يوم مهم ويوم مميز يعبرون به عن الحب والرومانسية والتقدير. وبنفس الوقت هواي ناس ينتقدون هذا اليوم يعتبروه يوم تجاري بس عبارة عن تبادل الهدايا. يقولون هو اللي يحب لازم يحب طول السنة مو إلا بهذا اليوم. وأكو البعض يستغل عيد الحب بالأعمال الخيرية، بهذا اليوم يقدم له فد عمل خيري يعبر به عن الحب أو عن الإنسانية. وتاريخيا يقولون إنه عيد الحب هو مو بداية القديس فالنتاين، يقولون أصوله رومانية كانوا يسموها لوبركاليا. هذا احتفال يقام كل سنة من يوم 13 فبراير إلى يوم 15 فبراير، يسموه جانب الخصوبة. وهذا اليوم لازم يقدمون به القرابين تعبير عن الحب والشكر للإله. يعني إلى جذور وثنية قبل المسيحية أصلا، وبعدها تطور إلى القديس فالنتاين لحد ما وصل لهذا اليوم صار هو احتفال عالمي.
بعد هاي البدايات. يا بداية. شنو تقول للمصور ما اريد ابوع عليه؟ متعبد حتى رقبتي بعد وراك سنين العمر كلها تبوع عليه. صارت عندي حدبه بعد تعبت. من اول ثانيه شنو هاي ما تخيلتك هيك. بعد ما سودتك. ماكو مكافآت مصلحتشيات. تعالي يلا تعالي تجين ما تجين ما عندي مكافأة تعالي ماكو دا مو مكافأة ما تجي. هاي بطينيه هاي وايد. يلا هاتش. الريس يسوي جلسات حجي. شلون جلسة حلوة. ليش قضيت انا عمري بس انا اشتري لك ما اشتري لك تفيل. انت اشتري. مو زنقينه؟ هاي مو زين. مو طامع بيك مزوجك على مود فلوسك؟ لا ما عندي ما كلش حكي ما كلش كلام. لا هاي شنو؟ كلام المغرضين. مو كلام ويا مدللني بين النساء. سبحان الله ما حد رضى على عيشته نهائيا، يعني هسه انا عايش بالمدينه احسد اللي عايش بالقرى والارياف، فاقول عايش بهدوء طبيعه ودائما يكون ما عنده هموم وما عنده على البساطه، يعني بهالبيضات وهالقاسم الله وتطلع تدبر عيشته. اما اللي عايش بالريف يحسد اللي عايش بالمدينه، يقول هذا مثلا الاسواقات كلش قريبه عليه، السوق قريب عليه، عمل متوفر، فلان شيط يقدرون يطلعون مطاعم وهاي وما يحسون بملل.